تعالى عندنا بقى احنا هنا في مصر عندنا عقارات كتيرة جدا، ولكن لفئات معينة لا تمس الجزء بتاعنا. هو قطاع يعني فوضوي لأقصى درجة. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو معايا 500 الف جنيه وعايز اشتري عقار، تمام؟ العقار ده لما انا اجي ادور ان انا اشتريه دلوقتي، هشتري حاجه هتدر عليا دخل مثلا وليكن في السنه المتوسط العالمي من 3 ل 8%. لا، انا هعدي متوسط العالمي، هقول ان انا هاجر الشقه دي وهتجيب لي 10% كاملين في السنه. تمام. اولا انا في ضرائب بدفعها على الشقه دي اول ما بشتريها، في تكاليف صيانه بدفعها، في خدمات بدفعها. ثانيا احنا اتكلمنا ان في 150% زياده، ودي زياده مش حقيقيه، ولا نفترض ان ده حصل 150% زياده في السعر وده ما حصلش في العقارات بالنسبه للفئه اللي بتكلم عليها دي. زود عليها بقى لو بنتكلم انه 10% في السنه، شيل منهم 3% مثلا صيانه وتكاليف وضرايب وخلافه، يعني بتتكلم في كام؟ 150% و7%، 157%. احنا بنتكلم الذهب 270%. طب انت في وقت اصلا في ازمه